النهاردة قلت نعمل سوا الريسيبي بتاعت البانوفي باي. ديزرت خفيف ومختلف، كراست ما حصلش عليه كراميل وموز وكريمة، حاجة كده وهمية. أول حاجة هنحط الكوندنسد ميلك بعلبته على النار لمدة 2.5 ساعة. على ما الكوندنسد ميلك يخلص هضرب البسكوت الدايجستيف كويس وهحط عليه الزبدة السايحة، ولو بنحب القرفة ممكن نحط له كمان رشة قرفة بتدي طعم حلو. هنجيب صينية، يا صينية التشيز كيك يا صينية التارت، هنفرد فيها الكراست كويس. انا بحطها في صينية التشيز كيك عشان افتح الصينية بعد كده. هدخلها الفريزر لمدة نص ساعة. دلوقتي هقطع الموز اللي هحطه على الوش. قطعت الموز ده الكوندنس ميلك، بعد 2.5 ساعة سبته يبرد شوية، فتحته وفردته على الكراست. كده الكوندنس ميلك بقى كراميل. هحط الموز اللي انا قطعته على الوش واغطي الوش كله بيه. دلوقتي بقى نعمل الكريمة اللي هنحطها على الموز. هنحط اول حاجة علبة كريمة حلويات، عليها 3 معالق كريمة باودر، عليها نص كوباية لبن متلج، وهضربهم مع بعض كويس. هحطها على الوش وادخلها الفريزر نص ساعة عشان الكريمة تمسك. دلوقتي بقى حطيت 3 بسكوت دايجستيف عليهم بندق محمص، ضربتهم مع بعض وحطيت لهم معلقة كوكونات عشان نرشها على الوش. ممكن ترشوا على الوش اي حاجة بتحبوها. طلعت خفيفة وخطيرة، جربوها وقولوا لي رأيكم.